السلام عليكم. ازاي تصور فيديوهات احترافية لليوتيوب او غيره وانت مش معاك امكانيات قد كده؟ طيب تعالوا نقول ان الفيديو عبارة عن صوت وصورة. طيب الصوت عشان يبقى كويس عايز مايك وعايز صوت حاضر، صوتك عالي وموجود في الفيديو. اما الصورة فهي عايزة كاميرا كويسة واضاءة كويسة. طيب انا دلوقتي مفيش معايا مايك، اعمل ايه؟ لو مفيش معاك مايك حاول تبقى الحتة اللي انت بتصور فيها تبقى هادية ومقفولة ومفيش الا صوتك اللي موجود فيها بيرن كده. حاول برضو ما تكونش الأوضة اللي انت فيها واسعة قوي وفاضية عشان صدى الصوت ما يرنش كده وتعمل ضوضاء كده وحاجات مش كويسة في الصوت. حاول بقدر الامكان انك تبقى قريب من المايك بس مش لدرجة انك تلزق فيه عشان النويز والضوضاء اللي هتطلع. خلي فيه كده بضع سنتيمترات ما بينك وما بينه زي كده مثلا. يعني انا ما بيني وما بين المايك اهو حتة قد كده، خلي برضو حتة قد كده عندك او يمكن اقرب شوية مش مشكلة، بس ما تلزقش فيه، ما تقربش فيه قوي عشان الضوضاء. هتلاحظ انت الكلام ده. طيب تعال ندخل على صوتك انت بقى. صوتك لازم يبقى عالي بس مش اللي هو بتزعق، صوتك يبقى يعني جابر اللي قدامك على انه ينتبه لك، فاهمني الحتة دي كده؟ بمعنى انه ما يبقاش ممل، ولازم تتكلم بطلاقة، يعني ما تبقاش بتتكلم اللي هو ببطء كده يعني طيب تعالوا ندخل على الصورة بقى شوية. الصورة عشان تبقى كويسة قلنا انها محتاجة كاميرا ومحتاجة اضاءة. طبعا ما فيش حاجة في دول متوفرين، فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ ما تهدى يا ابني، في ايه؟ في ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ ما ينفعش كده، انت بتصور فيديو محترم يعني. طيب احنا قلنا ان الصورة عايزة كاميرا كويسة واضاءة كويسة، مفيش حاجة من دول متوفرين، فاحنا هنلجأ للحلول اللي جاية. مش لازم خالص ان يبقى معاك كاميرا بروفيشنال وعدسات بقى وفلاشات بقى وحركات الكلام ده، لا 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 على فكرة. طيب انا فعلا كنت حاطط للكاميرا رينج 2000 جنيه كده، ان انا هبدأ بقى بالكاميرا دي كده. كنت عايز اجيبها فيديو بس عشان اللي هو عوض الكواليتي اللي هتبقى في الكاميرا اللي فيها صورة وفيديو، اللي هو الكواليتي اللي في الصورة تضاف للفيديو، فيبقى حاجة بقى يعني روشة فشخ. رحت اشتري كاميرا كانت تقريبا ب 1800 جنيه، مش فاكر والله بصراحة كان اسمها ايه، بس جيت اقارن صورة موبايلي وصورتها، فعلا صورة الموبايل طلعت احسن. ليه؟ لان الكاميرا دي انا كنت بشتريها مستعملة وكاميرا قديمة، فدلوقتي الموبايلات فعلا اتطورت. فعلا انت مش محتاج انك تشيل كاميرا بروفيشنال عشان تطلع صور حلوة ولا فيديوهات حلوة، لا خالص. انت لو معاك موبايل كويس فعلا تقدر تطلع بيه جودة جميلة جدا، وانا اعرف ازاي. اهتم بالاضاءة بقى. انت معاك موبايل كويس دلوقتي حتى لو مش قوي يعني صور، ما تقفش. بس تعالى بقى نهتم بحتة الاضاءة دي شوية. مش هتصرف فيها كتير بس هتفرق معاك كتير جدا في الكواليتي بتاعة الفيديو بتاعك. حاول بقدر الامكان ان الاوضة اللي انت تبقى قاعد فيها دي تكون فاتحة، دهاناتها فاتحة، الالوان اللي هي الفاقعة دي زي الابيض، زي اللي هو اللون البيج الفاتح الكريمي ده، والالوان الفاتحة دي. الالوان دي بتبقى كويسة جدا في التصوير، ومع الاضاءة الكويسة هتفرق معاك كتير جدا. يعني لو جيت تبص ورايا مثلا، انا حاطط البتاع اللي ورا ده فرخ ورا ابيض عادي ولازقه في الحيطة، فعلا فرق معايا في الانعكاسات والكلام ده، طلع صورة كويسة جدا يعني. مع البتاع الرينج لايت ده معمول على الايد، طلع زي ما انت شايف كده. وعلى فكرة انا بصور بالكاميرا الامامية بالموبايل وطلع بالجودة اللي انت شايفها. انزل دلوقتي هات لمبتين بفيشتين كده ووصلهم بالكهرباء وحطهم قدامك وصور، تفرق معاك فعلا جامد. لو الحيطة اللي قدامك اللي هي ورا الكاميرا على طول دي قريبة منك ولونها فاتح مثلا ابيض كريمي، الالوان اللي هي الفاتحة دي، يعني صدر اللمبة ليها وشوف الفرق هيبقى عامل ازاي. انت كأنك عملت سوفت بوكس صغير. وممكن برضو معاه تعمل الرينج لايت دي ابحث عنها على النت، رينج لايت هاند ميد ولا حاجة، وشوف الطريقة ازاي. طريقتها سهلة جدا ومش مكلفة يعني. خليكوا انت في الفيديو تبقى قاعد في النص كده، سايب حتة كده فوقك صغيرة كده، وفي الجناب سايبهم زي كده. انا عارفك بص عليا عشان بالظبط تيبيكال زي كده، وانت في النص وشكلك
كويس كده، تبقى قاعد فارد ظهرك فارد جسمك، وشك للكاميرا مش باصص في حتة تانية عشان تلفت انتباه المشاهد. خليك دايما تبقى باصص للكاميرا وصوتك عالي وواضح عشان تدي احساس للمشاهد انك مش باصص لحتة تانية ولا مشغول في اي حاجة تانية وباصص لها كده ومش مديله اهتمام. فعلا الحاجات دي بتفرق. قبل ما تصور حاول انك تكتب سيناريو باللي انت هتقوله، مش لازم تكتب حرفيا يعني الحاجات اللي انت هتقولها، حتى لو هتكتب بس عناوين كده رئيسية هتفكرك باللي انت هتقوله، عشان انت لو قلت في دماغك انا هتكلم في كذا وكذا 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 وفتحت الكاميرا واتكلمت، هتلاقي بعد ما تصور وتخلص وتشيل الحاجات اللي انت بتحطها والكلام ده كله، هتلاحظ ان في حاجات كنت المفروض تعملها بس نسيتها. اتعلم مونتاج، ابحث على اليوتيوب عن كورسات مونتاج او على الاقل بس تعديل وتفتيح بقى في الفيديو، وتكتب مثلا كلمة هنا كلمة هنا كلمة هنا كلمة هنا. الحاجات دي احيانا هتحتاجها في الفيديو، يعني ده ما كانش في كل الفيديوهات بتاعتك، دلوقتي الناس كلها بتحتاج الكلام ده. لو عجبك الفيديو بقى اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك عادي جدا. لو عايز تتابع الحاجات اللي احنا هننزلها بعد كده اعمل سبسكرايب او اشتراك للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك الحاجات اللي احنا هننزلها على طول. اشوفك على خير يا معلم، سلام. طيب دلوقتي بقى انت لا معاك كاميرا ولا معاك مايك ولا انت، امشي يا عم من هنا، امشي يا عم. صوت مروحتك ما تعلاش يا ابن النت. استنوا يا جدعان، في واحد تاني عربيته مش راضية تدور تحت، استنوا يمكن ننزل نديله زقة ولا حاجة. اهي دارت الحمد لله. يا جدعان الدرع معروس ولا الدرع معروس، الدرع معروس ولا